السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم، معاكم ولاء ودي قناه كيكات وحلويات. النهارده هنعمل سبونج بتلاتة بيضه، اللي هو صاج 32 في 42 او صاج 30 في 40 للناس اللي ما عندهاش اللي بيبقى عندها المقاس مظبوط. انا المقاس عندي 32 في 42، فهو هيشتغل معاكي في المقاسين. هشتغل بطريقه الفصل، وعايزه اقول لكم ان الطريقه دي انا بعشقها، بحبها جدا لان هي بتضاعف معايا الكميه، بتطلع لي الكميه مظبوطه. وانا عملت لكم قبل كده لو حطينا المكونات على بعضها. هعمل النهارده بطريقه الفصل، يعني هنمشي مع بعض كده واحده واحده. انا حطيت 3 بيضات، حطيت نص كوبايه من السكر، وحطيت رشه الفانيليا، وحطيت معلقه محسن وزن المعلقه 35 جرام. هضرب كل المكونات دي مع بعضها لحد ما القوام يرتفع معايا. بكون مجهزه نص كوبايه من الميه، والنص كوبايه دي وزنها 100 جرام. تمام. ميه ساقعه متلجه، والمكونات كلها عندي طالعه من التلاجة عادي. زي ما بنشتغل في الصيف، ما بغيرش الطريقه. للناس اللي بتقولك في الشتاء يعني عادي، ممكن تشتغلي بالمكونات ما تكونش في التلاجة، ممكن تشتغلي بيها زي ما انت، يعني الطريقه اللي بتريحك وانت معتمداها. ما تحاوليش تغيريها وتجربي، بالذات في الاسبونشات. هكون نخلت كده الدقيق. كميه الدقيق اللي عندي 200 جرام، وعليهم معلقه من البيكنج باودر. يبقى احنا حطينا 3 بيضات، حجم البيض كبير، نص كوبايه من السكر 100 جرام. وحطيت معلقه من المحسن 35 جرام، ورشه الفانيليا. ده اول حاجه، هضربهم كده على اعلى سرعه. هكون مجهزه الميه بتاعتي، نص كوبايه من الميه المتلجه. لسه ما ضفتهاش انا كده، لا ضفت الدقيق ولا ضفت الميه. وانتوا شايفين ما شاء الله الكميه ارتفعت معايا. طبعا المحسن بيتفاعل مع البيض، يعني هو المحسن اصلا يعني معمول عشان البيض، يضاعف الكميه مش عشان حاجه تانية. فانا الكميه عندي زي ما انتوا شفتوا الكميه عامله ازاي. ده الطريقه اللي انا كنت معتمداها من سنين في فيديوهاتي كلها القديمه، والناس اللي معايا من زمان عارفين ان انا قعدت فتره كبيره جدا مرضك، ما كنتش حابه ان انا اغير الطريقه دي، غير لما الناس ابتدت تقولي لا احنا عايزين طريقه تانية، وعايزين الصواني، ومش لازم كل الشغل في الصاج. ببتدي اضيف الميه بالتدريج، نص كوبايه ببتدي اضيفهم بالتدريج كده. يعني مش بضيفهم مره واحده عشان ما يسيلش معايا القوام. وبعد كده ببتدي اوطي العجان، اكون مجهزه دقيق نخلاه مع البيكنج باودر. بصوا انا بحط معلقه معلقه، باجي عند اخر مرحله مع اخر معلقه بروح معليه العجان. يعني انا بوطي العجان الاول بعد اضافه الميه، ما بضربش بقى بعد كده كتير، يا دوبك مع اخر معلقه من الدقيق بقلب المكونات كلها. وخلاص على كده بيكون السبونج بتاعي جاهز. بكون مشغله الفرن بتاعتي على درجه حراره 200 او اللي هو الوسط. بكون مشغله الفرن ومسخناها من قبلها. الاسبونشات بتدخل على نار الفرن لازم تكون سخنه، تمام، مش لسه هشغلها وابتدي ادخل الاسبونشات. هفرد كده الصاج بتاعي، وزي ما قلت لكم الصاج ده انا كنت جايباه على اساس ان هو 30 في 40، طلع اكبر شويه يعني اكبر من المقاس. لكن انت لو الصاج بتاعك 30 في 40 بالظبط، هيطلع معاكي المقاس مظبوط، مش هتحتاجي تشيلي اي زيادات في العرض اللي احنا هنشتغل فيه النهارده. تمام. للناس بقى اللي كانت بتقول لي انت بتعملي عروض على التورت المدوره، ليه مش بتعملي على التورت المربعه؟ فانا عملت لكم النهارده يعني عرض كده ان شاء الله هيعجبكم. كنت عاملاه قبل كده، ويعني اشتغل معايا فتره كويسه، هينفع برضو معاكم في راس السنه، وتغيير شويه عن العروض التورت المدوره. بصوا انا جبت كده المسطره بتاعتي، وطبعا زي ما قلت لكم الصاج بتاعي ده 32 في 42، فانا هشيل منه زيادات. فانت ما تشيليش غير لما تقيسي، يمكن الصاج بتاعك مختلف. تمام. انا هقسم الصاج ده على 3. هقسمه كده زي ما انتم شايفين على 3. المفروض ان انا عشان الصاج 32 في 42، فكنت اقسمه مثلا على 14 سنتي كل شريحة. تمام. بس انا قسمته على 13، يعني اول شريحة دي قسم كده 13 سنتي، والتانية 13، والتالتة 13. التالتة بقى هتبقى فيها اكبر كده مثلا حوالي 2 سنتي، فشلتهم كده استبعدتهم. تمام. علشان تطلع معايا مظبوط. الطول انا عايزاه 30 بالظبط. طبعا انا الصاج بتاعي 32، فشلت سنتي كده من الجنب ده، وسنتي كمان من الجنب ده، اللي هي الاحرف دي اللي بتبقى يعني ساعات مش بتبقى مظبوطه احسن حاجه. فانا كده بالظبط الطول عندي 30 والعرض 14. هعمل نفس اللي انا عملته في الصاج الاولاني هعمله في الصاج التاني. انا كنت عامله صاجين بنفس المقادير، بس الفرق ان الصاج ده حطيت عليه معلقتين كاكاو وانا بخلطه في اخر مرحله كده، رحت ضايفه معلقتين كاكاو. برضو هقطع نفس اللي انا قطعته بالظبط، 13 في 30. بصوا عند اخر حاجه ببتدي اشيل الزياده، وهبتدي برضو هنا اشيل الجنب ده كده الزياده الاحرف دي، والناحيه التانية برضو عشان بتبقى ساعات في ميل في اي حاجه كده مش مظبوطه في الاحرف، هستبعدها خالص كده. 3 شرايح و3 شرايح، 2 3 اهو. ده كده كل يعني الصاج ده هيعمل لي تورتايه، والصاج ده هيعمل لي تورتايه.
تمام. دي للطرط اللي هي الناس اللي بتبقى عايزه طرط مثلا مستطيله، عايزه انت حابه تعمليها بقى مربعه، ممكن اعمل لكم برضو لو عايزين قولوا لي. محتاجين مثلا نخلي التورته مربعه، بس انا يعني حبيت اغير كده شويه عن المعتاد. هضرب كريمه كده وهبتدي اضيف اول حاجه 100 جرام من الكريمه، عشان اعرف العرض ده خد مني قد ايه بالظبط. هجيب البورد بتاعتي مقاس 30 في 30 واحط الايه اول طبقه كده في النص. انا كان عندي كريمه شوكولاته فاضت مني من شغل، فانا هشتغل بالشوكولاته في الاول، يعني كنت بقفل عرض كده وفاض مني شوكولاته. بس انا هقول لكم برده التورتايه التانية خدت مني كريمه قد ايه، وبرده اللي هنعمله انا اللي هنطبقه على التورتايه دي هنطبقه على ده. هقول لكم الكريمه بالظبط قد ايه. عملت كده اول حاجه طبقتين، ودي الطبقه الثالثه اهو. بصوا انتوا زي ما انتوا شايفين كده التسويه والسبونج عامل ازاي. وده دي عادي. تقريبا الكوثر كان في ناس بتقولك انا لما بشتغل لما بعمل التورت الاسبونشات بالشوكولاته بتطلع مجلده. عايزه اقولك على حاجه، التجليد ده حاجتين، يا اما انت الكريم الدقيق نفسه تقيل، يعني كثافته تقيله، فلازم تقللي حجم كميه الدقيق شويه، او تغيري نوع الدقيق، يا اما اصلا كميه الميه من البدايه كانت قليله. لو انت بتحطي اضافه المكونات كلها على بعضها، فبتيجي تضربي بيحس بيديكي زي مطه كده في البدايه. فطالما الاسبونج مط معاكي من البدايه مش هيعلى. تمام. هيديكي تجليده وهيديكي حاجات كتير قوي، يعني انت بغنى عنها. ممكن تعالجي الموضوع ده ازاي؟ ان انت تعملي كميه تانية بنفس المقادير وتضيفي في اخر مرحله الكميه دي عليها، فهتفك معاكي الايه المطه دي. تمام. لكن ما تسويش طالما الاسبونج مط معاكي ما تحاوليش تسويه، هيديكي تجليد وهي مش هيعلى، وتحسي ان السمك بتاعه قليل، وتحسي انه مكتوم كده وحاجات كتير قوي. تمام. بص اهو انا بعد ما جلست بقى التورتايه زي ما انتم شايفين، وعملتها طبقات وحطيت لها كريمه من بره، هبتدي اسوي كده الايه السطح بتاعها، وهشيل اي كريمه زياده. ودي كانت التورتايه الاولى، والتورتايه التانية ايه هتبقى فانيليا. انا ما حبيتش اعملها نص ونص، يعني قلت كده اجرب. على فكره العرض ده انا اشتغلت فيه من سنتين تقريبا، وكانت التورتايه دي كنت بطلعها بحوالي 150 جنيه. كان عرض كده كان نازل، وبصراحه شفتها على قناه فانيليا ومستكه، كانت هي عاملاها من سنتين كده، وعملتها واشتغلت معايا حلوه قوي التورتايه دي اول ما عملتها. فحبيت يعني اعيد معاكم كده الموضوع تاني، واشوفوا الدنيا هتبقى ماشيه ازاي في راس السنه، واعرضه عندي على الجروب، واشوف الناس هتبتدي تتفاعل مع الموضوع ولا لا. ونشوف برضو السعر، احنا لسه برضو بنجرب كده الاسعار يعني بالاسعار الجديده، لان انا بقالي كتير ما عملتش العرض ده. برضو عملت نفس اللي انا عملته في التورتايه الاولى عملته في التانية، بس ايه اهو بصي انا اي حاجه بقى بشيلها، اي حاجه فيها يعني بروز كده بشيلها علشان ما تضايقنيش في التجليس. تمام. يعني انت وانت بتجلسي كده حسيتي ان في حاجات طالعه كده معاكي مش مظبوطه، شيليها بالسكين قبل ما تحطي الكريمه، اصلا هتضايقك بقى وهتلاقيها طالعه ومش احسن حاجه. بصوا انا كده انا كنت خلصت بقى التورتايه الاولى بالكريمه اللي كانت معايا. ضربت بقى 100 جرام من الكريمه، قفلت معايا التورتايه دي، يعني التورتايه دي متقفله ب 100 جرام بكمان الروزيتات بتاعتها بكل حاجه. تمام. هبتدي اشيل برضو كده الزيادات زي ما انتم شايفين اهو. اي زياده معايا بحطها كده في البوله جنبي بتاعه العجان. والناس اللي كانت بتسالني على العجان بتاعك نوعه ايه، انا العجان بتاعي نوعه كينود، و1200 واط، والحله بتاعته 6 لتر. زي ما انتوا شايفين. وببتدي اشيل كده كل اللي في الجناب اهو. اي حاجه زياده كده ببتدي اسحبها معايا، وهمسح بقى البورد وهدخلها معايا تشد شويه على ما ابتدي اجهز بقى ايه التورتيه اللي رجعت دي بقى كانت شدت شويه. حطيت عليها كده جناش من الجناب، والجناش ده كنت لسه عاملاه. بصوا الناس اللي كانت بتقول لي انت ليه بتشتغلي بالجناش وهو لسه دافي ملحقش يشد، لما بيبرد شويه الروزتات بتبقى طالعه اتقل من كده. بس انا سبحان الله ناس كتيره كانت بتقول لي على الموضوع ده، وانا برضو بيبقى عندي شغل يعني اللي هو ايه يلا يلا. فبرجع بعد كده بتضايق، بقول طب ما انا كنت استنيت شويه او حطيته في التلاجة مثلا شد، يعني شد حيله كده شويه عشان لما اجي اعمله ما ينزلش يسيل قوي كده. المهم يعني زي ما انتم شايفين اهو. بصوا هبتدي بقى اعمل اغطي كل الجنب ده. عملت بقى زي ما انتم شايفين بقمع البيديفور الوسط روزتات من فوق ومن تحت، والجنب ده كله غطيته بالجناش. وصدقوني الجناش لما بتصبروا عليه شويه بيتقل وبيبقى زي الفل، فما تعملوش زي دي. دي التورتايه اهي، حطيت عليها ايه كاندي احمر كده من فوق
وزعت كده الكاندي، يعني 4 بقى 5 زي ما ياخد معاكي. عايزة اقول لكم التورتيه دي تكفي معاكي لحد 10 افراد على فكرة. يعني وانا عرضاها كنت بقول ان هي تكفي من 6 ل7. الناس اللي خدتها قالت لي لا قطعت معانا اكتر، لان انا كنت حاسبة بالشريحة يعني على 5 سنتي، على اساس ان انا هقطعها مثلا 6 قطع في 5 تطلع لي الطول 30. فلقيت اللي بتكلمني بتقول لي لا على فكرة انا قطعتها لقيتها ارتفاعها، عشان طبعا الجاتوه احنا بنقطعه طبقتين، بنحط طبقتين، ده 3. فالارتفاع ده فرق معاها فقالت لي لا على فكرة انا قطعتها 10، والتانية قالت لي برضو عدت اكتر من 10. فانا عن نفسي بحب اقول العدد اقل، عشان بحيث اللي اقطع قطعة تبقى كبيرة مثلا تبقى تمام معايا، اللي اقطع قطعة صغيرة وادت عدد اكتر يبقى تمام برضو، يعني ما نزعلش حد. عشان ما تجيش اقول لواحدة مثلا دي كفت معايا، ده كفت 12، فهي تيجي تقول لي ده كفت 7. لا انا اقول 7 وهي كفت 12، ما فيش مشكلة بالنسبة لي. دي كانت اول تورتاية. هدخل على التانية. جبت بقى بشر من الشوكولاتة كانت فايض من عندي، وابتديت اوزعه كده على التورتاية كده من فوق، وهبتدي اعمل روزيتات. وبرضو يعني شوية حطيتهم من الجنب ده وشوية من الجنب ده، وبالكريمه اللي كانت بتاعه الشوكولاته. كان عندي فايض بقى كريمه شوكولاته، فقلت اعملها زي عارفين اللي هي البلاك فيرست كده، بس طبعا هي من جوه البلاك بتبقى من جوه الكريمه نفسها شوكولاته. دي كانت كريمه فانيليا، فانا قلت يعني خلينا في الشكل بس من بره يبقى كده. وزعت كده برضو الاماكن كلها، يعني الشوكولاته اللي كانت فاضله كلها حطيتها على يعتبر على التورتايه، وابتديت احط عليها كريز. كان عندي كريز كده احمر، فابتديت اوزعه كده على التورتايه من فوق. انت تقدري بقى يعني تحطي اشكال بالشوكولاته، لو ما عندكيش كريز تقدري تعملي اي حاجه، بس انا حبيت اعمل بالحاجه اللي كانت متوفره عندي في اليوم ده. وفي نفس الوقت يبقى شكل جديد كده ما عملتوش قبل كده، يعني حاجه جديده دخلتها برضو للمنيو عندي. دي كانت التورتايه التانية اهي. انا طلعت التورتايه على بصي برضو الكريمه اللي فاضت كده حاولت اقفل كده من تحت بروزيتات اهو. برضو اي حاجه كده تدي شكل، وكمان الروزيتات دي بتحسي ان بتكبر كده التورتايه من الجناب. اهو بصوا برضو من الناحيه التانية اهي ابتديت اقفل برضو التورتايه بالروزيتات. التورتيه دي ممكن تطلعيها على 200. انا كنت مطلعه السنه اللي فاتت على 150 وكانت شغاله معايا حلوه قوي. طبعا بما ان يعني حجمها على فكره كبير، انت يعني عارفين التورتيه اللي هي الاتنين يعتبروا زي التورت اللي هي 30 في 30 في 30 لو حطيتهم جنب بعض. فالتورتيه ما شاء الله كبيره، فلما تطلعها على 200 جنيه هتبقى كويسه. هي واخده 100 جرام من الكريمه. يا رب الفيديو يكون عجبكم وشكرا لكم.